في واسع رحمته. أحبتي في الله وأخواتي الكرام، الحقيقة أنا جئت وفاء لشيخي وأستاذي. والدي كان تعرض عليه المناصب، كان هنالك إغراءات كثيرة، كان هناك ما يعرض عليه، ولكنه اختار الطريق الإسلامي المتميز. وقيل له: كيف تستطيع أن تتحمل كل هذه التحديات؟ كيف تستطيع أن تواجه كل هذه الصعوبات؟ كيف تستطيع أن تصمد أمام كل تلك المغريات؟ فكان جوابه واضح: الله أكبر. وتشعل فينا حب الإسلام، ولذلك كنا نخرج من مدينتنا حماه. إن فقد أستاذنا الأستاذ عصام العطار يعني ثلة صعبة وكبيرة في الأمة الإسلامية، لأن الأستاذ عصام كان مربيا لأجيال، وكان عالما بما آتاه الله سبحانه وتعالى، مفكرا، وكان ناصحا لأمته، أمينا، وكان مدافعا عن الحق. عصام العطار لا يحتاج إلى ثناء من أحد، ولا يحتاج إلى تعريف أو إلى تبيين من أحد، لأنه في حياته سبحان الله عندما تلتقي في عصام العطار تتحدث عن رجل ذو إحساس عالي وذوق رفيع وأدب جم. بصراحة أنا عندما التقيته 3 أو 4 مرات في حياتي في لندن، وفي زرته في منزله، واليوم ألسنة الناس أقلام الحق. صح أنه عصام العطار كثير من أبناء الجيل هذا لا يسمع به كثيرا لأنه لم يأخذ خطوته في الإعلام كثيرا، لكن عصام العطار فقدناه شاعرا، وفقدناه أديبا، وفقدناه عالما، وفقدناه مكافحا وحرا، ابن حر وأديب ابن أديب. لم يحرص على الحياة، ولكن الله وهبه حياة أطول من حياة رفاقه وحياة أعدائه أيضا. فهو من مواليد 44 و300 وألف من الهجرة، وتوفي في 45 و400 وألف، إذن عمره 101 عام هجري، أطول من عمر جميع رفاقه وأطول من عمر جميع أعدائه. وضحى بتضحيات يعني ينأى الأبطال والكبار عن حملها وعن تحملها، لكنه ظل طول حياته وإلى آخر أيامه عاملا على مبدئه، لم يفرط في جزء منه بل تمسك به إلى آخر لحظة، وهذا هو النصر الكبير.